السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة ان شاء الله المكرونة البشاميل، اكتريتنا بنحبها، وان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة هتعجبكم ان شاء الله. هنعملها كده بكام تكة حلوة كده ان شاء الله هتعجبكم. امشوا بالخطوات بتاعتي وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مرة. طريقة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلكعة ولا اي حاجة، لا بجد هنعملها بطريقة حلوة. وانتوا شايفين بصوا شكل المكرونة حلوة ازاي. بإذن الله هنعمل الطريقة هتعجبكم. كتير مننا كان بيعمل المكرونه البشاميل وما بتنجحش معاه، وتحسي كده ان هي بتبقى ناشفه. لا احنا نعملها بطريقه حلوه، وانا واحده منكم كنت بعملها وكانت بتطلع ناشفه جدا معايا. بس بعد ما جربت الطريقه دي وانا معتمداها وما بعملش غيرها. هنبتدي نعمل اللحمه المفرومه الاول. هنعصجها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت حبه زيت، حبه زيت صغيره، وممكن تحطي معلقه سمنه، بس انا حبيت ان هي تبقى خفيفه شويه. معانا بصلتين كبار كده، هنحاول نخليهم يتبلوا كده بس شوية، مش هنحمرها ولا اي حاجة، لان هما يتبلوا بس. نبتدي نقلب كويس. انا مزودتش الزيت عشان بس تبقى خفيفة، لان الطبيعي اللحمة المفرومة بتبقى فيها نسبة دهون. وهنا نزلت بفلفل الوان من عندي. حابه تنزلي بفلفل اخضر بس براحتك، حابه تنزلي فلفل اصفر او احمر براحتك، حابه تنزلي باي نوع فلفل برضو انت عايزاه، حابه تستغني عن الفلفل خالص براحتك. نزلت باللحمه المفرومه، معلقه فلفل اسمر، ومعلقه صغيره 7 بهارات، ورشه ملح، وخلاص كده مش هحط اي حاجه تانية. وابتدي اقلب لحد بس ما تستوي. طبعا هي ما بتاخدش وقت، بالظبط حوالي 8 دقايق او 7 دقايق وبتكون استوت. اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت في السوا ابدا. دي كده اول مرحله. احنا عصجنا اللحمه، هنركنها بقى على جنب ونبتدي بقى نعمل حاجه حاجه. انا في المكرونه البشاميل بالذات بحب اكون منظمه شويه، يعني اعمل حاجه حاجه عشان ما احسش ان الدنيا ايه اتزحمت حواليا. ابتدي بقى اعمل البشاميل بتاعي في حله كده. احط معلقتين سمنه. حطيت معلقتين سمنه كبار، وحابه تبدليها بالزيت براحتك، يعني انا حطيت معلقه زيت ومعلقه سمنه. واول لما احس ان السمنه بتاعتي سخنت هنزل بكوبايه دقيق. هتقولي لي طبعا الدقيق كده كتير، انا بحب البشاميل يبقى كتير في المكرونه عشان بحبها كده تبقى فيها بشاميل يعني. هقلبها ومش هحمرها، الزيت بس او السمنه تندمج مع الدقيق او تدوب مع الدقيق وخلاص كده، مش هحمرها ابدا. لو حمرتها او الدقيق ادى لون هيبقى البشاميل بتاعي غامق، وانا عايزاه فاتح ابيض كده زي ما بنشوفه. وفي كذا حاجه هنعملها عشان تدي البشاميل طعمه حلو جدا، طعم حلو يعني مميز. اول لما احس ان هو خلاص اندمج مع السمنه بتاعتي، الدقيق اندمجت مع السمنه ودابت في السمنه، هنزل باللبن بتاعي. وبصي احنا مش هنزود اللبن قوي، انت هتحطي اللبن اللي انت عايزه تحطيه. وبعد كده انا بزود شوربه، انتي حابه تحطي لبن بس براحتك. احنا برضو عشان يعني ما يعني نحاول نوفر شويه، فانا حطيت كوبايتين لبن. وبعد كده هبتدي انزل بالشوربه بتاعتي. انا كنت عامله شوربه فراخ، فهنزل بالشوربه بتاعتي لحد ما ادي القوام اللي انا عايزاه. انتي هتبتدي تزودي الشوربه لحد ما تاخدي القوام اللي انتي محتاجاه. انا بحب القوام بتاعي ما يبقاش خفيف وما يبقاش تقيل، يبقى وسط كده زي ما انتوا شايفينه. بصوا البشاميل بتاعي فاتح ازاي. اقول لكم على تكايه في الحته دي، انا ما عملتهاش لان ما كانتش عندي، بس والله بتفرق جدا 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 في طعم البشاميل بتاعي. هنحط قطعتين جبنه نستون وبتودي البشاميل في حته تانية خالص خالص خالص. وبجد انا زعلت، انا كنت فاكره ان انا عندي يعني جبنه نستون، ما طلعش عندي. وزعلت جدا ان انا عملتهاش كده. بس بتودي البشاميل في حته تانية خالص لما تحطي 2 نستون او 3، تخلي طعمه رهيب. دي اول تكايه، بس انا ما عملتهاش لانه ما كانش عندي، بس انا ما بستغناش عنها. حطيت ملح وفلفل اسمر. تاني تكايه بقى بعد ما خلاص طفيت عليها، انا طفيت كده على البشاميل بعد ما حطيت له الفلفل الاسمر والملح. هنزل يعني بمعلقتين جبنه موتزاريلا، معلقتين كبار، وهقلب وانا طافيه عليها. يعني انا خلاص بعد ما بطفي على البشاميل خالص بحط معلقتين كبار جبنه موتزاريلا، وبقلب وبتسيح فيها عادي. خلاص البشاميل بتاعي خلص. هجيب الصينيه بتاعتي ادهنها من تحت بشاميل، يعني هحط لها بشاميل بس من تحت كده. ودي المكرونه بتاعتي، طبعا انا كنت سلقاها، وطبعا مش لازم اقول بتتسلق ازاي، طبعا كلنا عارفين المكرونه بتتسلق ازاي.
والكميه بتاعت المكرونه بتاعتي هنزل بيها بكبشتين 3 بشاميل، وهبتدي اقلب. يعني انا عايزه المكرونه كلها تبقى فيها البشاميل وتاخد من طعم البشاميل بتاعتي. اجيب الصينيه بتاعتي واحط اول طبقه مكرونه، وبعد ما اتاكد ان انا حطيت المكرونه في كل حته في كل زاويه في المكرونه، هبتدي اجيب اللحمه المفرومه بتاعتي. قبل ما انزل باللحمه المفرومه هنزل بمعلقتين بشاميل كده على الوش، وبعد كده هبتدي انزل باللحمه المفرومه بتاعتي. بحط الكميه اللي انا عايزاها ومحتاجاها، وبعد كده هنزل برضو ببشاميل تاني. انا بحبها تبقى غرقانه بصوص البشاميل كده، بتدي طعم رهيب. جربي بجد المكرونه كده هتنجح معاكي من اول مره ان شاء الله، وهتعجبك جدا. هنا بقى انا رشيت فيها في النص كده رشيت جبنه موتزاريلا. بعد كده هبتدي انزل بالجزء التاني بتاع المكرونه. هي كده المكرونه بتاعتي خلصت، ما فيهاش اي حاجه صعبه. اهم حاجه عشان ما نحسش المكرونه بتاعتنا زحمه كده يعني وبتتوهنا وتحس ان الموضوع صعب قوي، تمشي الخطوه واحده واحده وتبقي منظمه كده في عمايل المكرونه، مش هتحسي بتعب نهائي. كنت الاول اجي اعمل المكرونه بشاميل ابقى متضايقه جدا، بتبقى مواعينها كتير وبحس ان الموضوع ملخبط كده وزحمه. ما بتمشي بالخطوات واحده واحده وتبقي يعني تعملي البشاميل لوحده والمكرونه واحده واحده كده، مش هتحسي ان الدنيا زحمه ابدا، بالعكس هتبقى الموضوع سهل جدا. هنا حطينا البشاميل على الوش، هبتدي بقى انزل بالجبن اللي عندي كلها. انا حطيت موتزاريلا وشيدر مفروم ورومي، وحطيت يعني ميكس جبن من كل حاجه، ولا احط لها بيضه على الوش ولا اي حاجه، هي بس الجبن بتاعتي. واحطها في الفرن من تحت واولع الشوايه بسيط، يعني الشوايه تبقى بسيطه قوي ومن تحت تبقى عاليه ماشي. ما بتاخدش حوالي ربع ساعه في النار، عشان انا بحبها تبقى فيها بشاميل كتير كده. دي بقى مكرونه اللي فاضله وحطيت عليها شويه لحمه مفرومه. بنتي بتحب تاكلها كده جدا، يعني بتستناني اعمل المكرونه البشاميل عشان تقولي يا ماما اعملي لي الطبق ده، وتبقى فرحانه بيه اكتر ما بتبقى فرحانه بالبشاميل. هنا بقى المكرونه بتاعتي بصوا شكلها ازاي بعد ما طلعت، بجد شكلها حلو جدا ويفتح النفس قوي. اللي احنا عملناه والتكات اللي احنا حطيناها ومعلقتين الجبنه الموتزاريلا اللي حطيناها في البشاميل ادت طعم حلو وفرقت جدا في الطعم بجد. والميكس الجبن اللي حطيناه على الوش فرق جدا في طعمها. دايما لما تعملي الاكل بحب كده وانتي مبسوطه وانتي في المطبخ وبتعملي الاكل لازم يطلع حلو. فجربي الطريقه دي ان شاء الله هتعجبك، والله بجد هتعجبك. المكرونه طعمها حلو والميكس الجبن اللي احنا حطيناه على الوش طعمه خرافه. هنا طبعا انا قطعتها ما استنيتش حتى تبرد. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا الدخان طالع منها، كانت سخنه نار، ما استنيتش ان هي حتى تبرد عشان القطعه تطلع سليمه. لا انا بحب اكلها سخنه عشان لما بتبرد البشاميل بينشف شويه، لا انا بحبها كده تبقى طريه بجد، بتبقى طعمها حلو جدا. جربيها بجد بالطريقه دي، وانا واثقه انك لو جربتيها كده مش هتبطلي تعملي الطريقه دي، بجد بتنجح معاكي. انا من الناس اللي كنت بعمل المكرونه بشاميل كان بيبقى يوم بالنسبه لي رخم جدا ان انا داخله اعمل مكرونه بشاميل وما كانتش بتنجح معايا، وكانت بتبقى ناشفه وكانت بتبقى غريبه. بس بصراحه يعني لما عملت الطريقه دي مره واحده كده لقيت نفسي خلاص انا بقيت احب اعمل المكرونه البشاميل وبتنجح معايا على طول وبقيت مدمناها. وانا بحب المكرونه البشاميل جدا، وكنت رايحه عند اختي اقول لها اعملي لي مكرونه بشاميل عشان ما بتنجحش معايا. فلما ابتدت تنجح معايا المكرونه وبتنجح معايا من اول مره ما بقتش ابطل بجد ان انا اعملها بجد. بصوا طعمها وشكلها، يعني والله العظيم انتوا اكيد شامين ريحتها كانت قلب الدنيا كلها.